السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاوزة تعملي تورتة فراولة بمقادير بسيطة جدا وتكون شكلها حلو والزواق بتاعها كمان يكون بسيط وسهل. النهاردة في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمليها من الألف للياء، هتطلع معاكي هشة جدا، هيطلع الزواق حلو جدا ورقيق وبسيط. فلو أول مرة تشوفيني اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد بمجرد ما أنا بنزله. قبل ما نبتدي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ونبدأ كلامنا ببركة بسم الله ونشوف أول حاجة مقادير الكيك هتكون عاملة ازاي معانا. أول حاجة هيكون معايا المكونات الجافة. في البولة هنا هنخل حوالي 2.5 كوب من الدقيق، وهبتدي ان انا احط عليهم نص كوباية من النشا. وبعد كده هضيف كيس بيكنج باودر، الكيس كله، وطبعا اكيد رشة ملح. يفضل طبعا انتي تنخليهم بالمصفى اكتر من مرة، بتدي هشاشة حلوة جدا للكيك، وبتخليها يعني هشة كده ومش مكتومة ولا اي حاجة، ما فيهاش فراغات. يعتبر كده خلصنا من المكونات الجافة. في خطوة تانية أنا هعملها في الكيك هعملها باللبن المغلي. هحط 1.5 كوباية من اللبن في اللبانة على النار لغاية ما يغلوا كده. على ما يغلوا نبتدي بقى نعمل المكونات السايلة في الخلاط. مكوناتنا السايلة هتكون عبارة عن 4 بيض، ممكن تخليهم 3 مفيش مشكلة، هتطلع برضو عالية وهشة معاكي. هنحطها في الخلاط وعليها 2 من الفانيليا. ما عندكيش الفانيليا الباكت دي تحطي لو في فانيليا سايلة يبقى معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، وعليها 2 كبار من الخل، وكوباية وربع من السكر، كل ده في الخلاط. نبتدي بقى نضرب حلو جدا لغاية ما يدوب السكر معاكي، يعني في حدود كده ضربة سريعة هتبقى في حدود دقيقة أو دقيقة ونص، مش هتكملي يعني الوقت المهم إن يدوب معانا السكر. في الآخر خالص آخر خطوة هضيفها وهي كوباية من الزيت، بس كده. دي المكونات السايلة. يبقى احنا كده خلصنا المكونات الجافة والمكونات السايلة، واللبن بيغلي على النار، يبقى كده تمام جدا. ممكن تخلي اللبن كوباية من اللبن، نص كوباية عليه من المية، كلهم يغلوا مع بعض. لو انت عايزة تقللي من اللبن، الدقيق معايا هو نخلته كذا مرة، هبتدي بس ان انا اقلبه تقلبتين 3. عايزه تنخليه مره كمان مفيش مشكله. ونبتدي نضيف عليه الخليط السائل كله من الخلاط، وابتدي بقى بالويسك كده حركي من تحت ومن فوق، من الجوانب، من فوق ومن تحت كده، من كل حته، بحيث ان انتي كل المكونات تدوب مع بعض. هتلاقيها اتكتلت معاكي وبقت زي العجينه كده وتقيله سميكه. طبعا في الوقت ده هيكون اللبن سخن، فهتقومي منزلاه على الخليط هيفك معاكي كل التكتلات دي، وهتبقى العجينة ملسة وناعمة وجميلة جدا. وشوفوا القوام معايا. طبعا أكيد الفرن شغال من أول ما بنشتغل في الخطوات كلها. بعمله على 180 درجة كده، والرف الوسطاني ده اللي بعمل عليه كل حاجة. خلاص كده العجينة أو الكيك بقى يعني ناعم معايا، ما فيهوش اي تكتلات خالص. ببتدي اجيب الصينيه او القالب اللي انا هشتغل فيه، وهبطنه بالزيت. وبعد كده هحط عليه ورق، انا ما عنديش ورق زبده، فحطيت ورق اللي هو البرينتر ده، بيدي نفس النتيجه في النهايه. بدات ان انا احط عليها خليط الكيك، هنزله كله بقى، وهتخبطي طبعا يمين وشمال لغايه ما الفراغات كلها بالخله كده، او بعود اللي هو الشيش الطاووق، تطلعي الفراغات منها وتدخليها الفرن. هتقعد معاكي في الفرن حوالي من تلت ساعة لنص ساعة، بس ما تفتحيش عليها النار، الباب يعني باب الفرن، وتختبريها غير بعد تلت ساعة من مرور الوقت عليها. نشتغل بقى وهي في الفرن على طبقة الكريم شانتيه. هحط في الطبق هنا أو البولة 2 كوباية من الكريم شانتيه، عليهم 2 كوباية مية متلجة. ممكن تستعوضي عن المية 1 كوباية مية و2 لبن أو 2 كوبايتين لبن، بس المهم يكون يعني متلجين. لو انت عايزاها دسمة حطي اللبن، عايزاها تبقى خفيفة حطي مية بس. وعليهم نص كوباية من السكر. لو السكر معاكي مش ناعم يبقى تحطي المية الأول والسكر لوحدهم، بعد كده تضربيهم لحد ما يدوبوا، وفي النهاية خالص تقومي ضايفة كريم شانتيه.
هيطلع معاكي بالقوام دوت، يبقى عامل زي المنقار كده، ما بيتحركش، ما يعني ثابت في مكانه. فكده تمام القوام او الكميه اللي احنا عملناها، المقدار اللي احنا عملناه حلو جدا ومظبوط. الخطوه اللي بعد كده وهي التشريبه بتاعه الكيك. الطبق ده بقى هحط فيه معلقتين من السكر وعليهم ربع كوبايه من الميه. المقدار ده بيخليها معسلة كده وطعمها جميل جدا. طبعا هتفضلي تقلبي لغاية ما تدوب معاكي السكر يعني. وبعد كده هنبتدي نقسم الكيك، بعد ما تطلع بتغطيها شوية كده وترتاح 10 دقايق، بعد كده بتقسميها وتغطيها، تعمليها يعني بالتشريبة، ونغطيها بالكريم شانتيه. وكان معايا حلقات كده فراولة، بدأت ان انا اقطعها مربعات صغيرة كده هوت، وضفتها على الحشو بتاع الكيك كله. وهحط بس طبقة خفيفة من النص من الكريم شانتيه عشان تتماسك مع الطبقة بتاعة الكيك اللي انا هضيفها عليها. بعد ما حطيت الطبقة الأخيرة من الكيك، انا هنا الكيك قسمته على 2 بس، نص تحت ونص فوق. بدأت ان انا اعمل لها يعني طبقة خفيفة من الكريم شانتيه، وسبتها من الجوانب طبعا ومن فوق، وسبتها ترتاح حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة في التلاجة. وبعد كده بدأت ان انا اعمل لها، طلعتها يعني من التلاجة واعمل لها شكل زجزاج كده بالشكل اللي انتوا شايفينه من الجوانب كلها. ومن على الوش من فوق بدأت ان انا اعمل الروزيتات دي. هي الوردة دي انا مش عارفة رقمه كام التيب دوت، بس هو بيعمل وردة حجمها كبير. وبدأت ان انا اقطع الفراولة شرايح بالطول. حاولي بقى على قد ما تقدري ان الشرايح تكون متساوية كده في الحجم كلها مع بعضيها. رصيت زي ما انتوا شايفين كده كلها حلقات مرصوصة جنب بعضها، صفوف كده ورا بعضيها. خلصت بقى الكمية كلها، عايزة ألمع الوش بتاع الفراولة. فأنا معايا جيليو اللي هو الفراولة برضو، بدأت إن أنا أحطه على الوش بحيث إن هو يغلف الفراولة كلها. وفي الفراغات البيضة اللي انتوا شايفينها دي في الأرضية أنا مش عايزاها تبان، فبدأت إن أنا أحط معلقتين من الجيليو، ضفت عليهم معلقة من المية، دوبتهم حلو جدا. القوام بقى مش سميك ومش خفيف، يعني متوسط كده. بدأت ان انا بالفرشة كده اغلف كل او احطها في كل الفراغات اللي انتوا شايفينها. طلعت معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينها دوت. عايزة اقول لكم الصورة ظلماها جدا، على الطبيعة حلوة، ولما قعدت في التلاجة حلوت اكتر في الطعم لما اتشربت بقى الكريم شانتيه والتشريبة. فاتمنى ان انتوا تعملوها وتعجبكم باذن الله. اذا عجبكم الفيديو متبخلوش علي باللايك، عشان هو ده اللي بيرفع الفيديو يتشاف لاكبر عدد. اتمنى ان هو يعجبكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.